في البدايه عشان نتكلم على النظافه كده، اقف اقف اقف، كل اللي ورا الكاميرا كده يقف. تحيه كبيره جدا 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 جدا، واسف كبيره جدا جدا لمحمد الشناوي، حارس مصر الاول وعملاق افريقيا، عملاق العرب، عملاق مصر، عملاق العالم، احسن لاعب فيك يا تاريخ محمد الشناوي. احنا اسفين يا ملك، احنا اسفين يا كينج. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حافظ في الكان. النهارده هنتكلم عن مباراه مصر وجنوب افريقيا اللي ابدع فيها نجم النادي الاهلي محمد الشناوي، وابدع فيها كل لعيبه منتخبنا الوطني. اللقاء اللي انتهى بواحد لا شيء بالنسبه لمنتخبنا الوطني. بعد اللقاء ده على فكره مصر هي اول المنتخبات على مدار البطوله اللي تتاهل بشكل رسمي لدور ال 16 بعد فوزين متتاليين، العلامه الكامله لمنتخبنا الوطني. الاولى قدام زيمبابوي 2-1، والنهارده قدام جنوب افريقيا بابا اللعبه بتاعه المجموعه بتاعتنا بعد منتخبنا الوطني. طبعا محدش يعلى علينا، النهارده منتخبنا الوطني بيفوز في ثاني لقاء ليه وبيتاهل لدور ال 16 علشان يقابل بقى مين اللي هنقابله بقى. نشوف بقى، هاتوا لي بقى اللي انتوا عايزينه. خلاص احنا شغلنا المود ان بتاعه 2006 2008 2010. خلاص النهارده بتشوف روح قتاليه موجوده في ارضيه الملعب، اقسم بالله ما شفتها من لعيبه منتخب مصر قبل كده. شوط اول منتخبنا الوطني عمل فيه كل حاجه في الكوره، كل حاجه انت تسمع عنها وتعرف عنها في الكوره منتخبنا عملها النهارده، بدايه من صلاح، بدايه من الشناوي، بدايه من ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعه. في كوكتيل كده بيحصل النهارده. عظيم يا ملك يا حسام يا حسن. العميد، العميد النهارده ادار اللقاء وكانه كان بيسمعنا الحلقه اللي او كان بيسمع بشكل عام بقى، مش هنقول كان بيسمعنا احنا. لما الناس اتكلمت وقالت انه المباراه اللي جايه هي بتاعت جنوب افريقيا هتكون الافضل والانسب ليها خطه 3-4-3 او 3-5-2. النهارده الراجل بيبدا 3-4-3 وبيلعب في الثلاثه في قلوب الدفاع، هي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، قدامهم كده حمدي فتحي اللي عامل دور بطولي النهارده. زي ما اتكلمت وقلت انه ضربه جزاء صحيحه في مباراه النهارده لمنتخبنا الوطني. كوره الراجل بيشوح في ايد صلاح كده، في وش صلاح هيعميه، الراجل هيعميه خلاص. فضربه جزاء صحيحه بنسبه مليار في الميه. صلاح بيدخل بيسجلها، بيضيف الهدف الاول والهدف الثاني ليه في البطوله على التوالي. بعد الهدف بتاع صلاح بتدخل في عكه ومعجنه اسمها طرد محمد هاني. الحقيقه محدش فاهم يعني ايه طرد محمد هاني من دون اي سبب، محدش فاهم هو ايه اللي عمله محمد هاني عشان يطرد. ولكن بيبدا الشوط الثاني بضغط جبار ورهيب جدا من جنوب افريقيا، والحقيقه ده كل يعني كلنا كنا متوقعين الضغط اللي هيعمله جنوب افريقيا على منتخبنا الوطني بالتاكيد، لانه انت متقدم في الشوط الاول 1-0 نتيجه هنا وهنا، وفي نفس الوقت مطرود من عندك واحد. فدي اتنين عوامل يخلي جنوب افريقيا يضغطوا عليك بكل الخطوط بتاعتهم. ولكن ظهر الروح بتاعه المقاتل المصري في ارضيه الملعب. ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، رامي ربيعه، زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، مروان عطيه، كل اللعيبه اللي كانت موجوده واللي دخلت واللي موجوده على الخط والكابتن حسام حسن والجماهير اللي بتشجع، كلهم قاموا بدور بطولي النهارده. الكينج ده الكينج ده عمل كل حاجه النهارده. الكينج ده عمل كل حاجه النهارده. هو المفتاح السحري بتاع المنتخب من اول ما بدا افريقيا الماتش اللي فات لحد النهارده. فتحيه ليك يا كينج، تعظيم سلام. كلنا نقف للشناوي مره ثانيه وثالثه ورابعه، لانه الراجل ده اتظلم في الماتش الاول لما اتكلمنا عنه كلنا وقلنا لا لا ده لازم يقعد، لا لا لا. النهارده الشناوي بيعمل اداء بطولي حرفيا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الشناوي النهارده بيقدم مباراه بيقول فيها انا رقم واحد فيك يا افريقيا، مين ينافسني؟ اللي ينافسني يجي، اللي ينافسني يجي. شابوه للكابتن حسام حسن برضو علشان نديله حقه. الراجل عرف يدير المباراه بحنكه وذكاء شديد جدا 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 قدام منتخب هو منتخب يعني بص ملهوش ملكه، ملهوش حل حرفيا. النهارده انت ما حسيتش بخطوره جنوب افريقيا الى حد ما، يعني ما حسيتش بالخطوره بتاعت جنوب افريقيا على مرمى محمد الشناوي الا في كرات قليله جدا. بس كانت فيها خطوره ولكن مش الخطوره اللي هي قدرت تحجم منتخب بحجم جنوب افريقيا.
عندك المنتخب اللي جاي انجولا. بص يا سيدي، في اسوء الاحوال هتتعادل، سلام، اعمل اللي انت عايزه، احنا كده كده خلاص ضمننا التاهل يا باشا. فكر ازاي تتعامل مع الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه هتكون فتره صعبه جدا، لان انت هتقابل المنتخبات بقى اللي هي خلاص صعدت، والتصفيات ودور اللي مش عارف ايه ونص النهائي اذا ما كنتش مستعد للحته دي هنواجه مشاكل كتير. ولكن الكابتن حسام حسن لحد دلوقتي بيثبت ان هو بيعرف يتعامل مع المباريات لحد دلوقتي بحنكه وذكاء شديد جدا جدا جدا. دي توقعاتك لمشوار منتخبنا الوطني، ورايك في اداء منتخبنا الوطني النهارده في الكومنتات. السلام عليكم.